انت فاكر ان مهما كان عدد ذنوبك او السوء اللي عملته في حياتك ان ربنا مش هيغفر لك؟ اسمع القصة دي وهتعرف ان التوبة دايما بابها مفتوح. الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه ذكر ان في راجل قتل 99 نفس بريئة، وفي يوم الراجل ده قلبه اتحرك وحس انه تايه ولازم يتغير. راح يسأل واحد يعبد ربنا، لكن الشخص ده ما كانش عالم حقيقي بدين ربنا. سأله هو ربنا ممكن يتوب عليا؟ قال له مفيش توبة ليك. الكلمة دي كسرت قلبه وغضبه خلاه يقتله ويكمل ال100 شخص، لكن جواه كان في صوت بيقول له لسه في امل. فضل يسأل لحد ما لقى عالم حقيقي بدين ربنا وقال له هو الدموع بتنزل من عينه؟ قتلت 100 نفس، هل ممكن ربنا يتوب عليا؟ العالم ابتسم وقال له ومن يحول بينك وبين رحمة الله، لكن لازم تسيب ارضك وتروح بلد فيها ناس صالحين وتعبد ربنا معاهم. طلع جري بسرعة وكأنه قلبه بيجري قبل رجليه، وفي نص المشوار مات. في الوقت ده نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل واحد فيهم عايز الشخص ده. فربنا أمر إنهم يقيسوا المسافة، الشخص ده هو أقرب لأرض الصالحين ولا أقرب للأرض اللي كان بيعمل فيها المعاصي؟ فلقوه أقرب لأرض الصالحين بخطوة واحدة، فربنا غفر ليه ودخله في رحمته. شفت رحمة ربنا قد ايه؟ الراجل ده كان عمره مليان ذنوب ومع ذلك لما تاب بسيد ربنا غفر ليه. طب وانت ذنوبك ايه قدام ذنوبه؟ ما تستناش، توب لربنا النهارده قبل ما يفوت الاوان، وصدقني لو توبتك طالعه من قلبك بصدق ربنا عمره ما هيصدك. ودي كانت نهاية قصتنا. لو عجبتك وحسيت بيها ما تنساش تشترك في القناة وتنضم لعيلتنا الجميلة وتسيب لايك دعما لينا. كان معاكم عبد الرحمن هلال، أشوفكم في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.